لو عندك حساب على تيك توك ومش عارف في ظل الظروف اللي احنا فيها دي تشحن حسابك ده بالعمولات عشان خاطر تعرف انك انت تقدر تعمل اعلانات على حسابك على التيك توك، بعد ما جميع البنوك المصرية وحتى البريد المصري كمان موقف البطاقات والفيز من الدفع الدولي. في الفيديو ده هعرفك اسهل واسرع فيزا افتراضية فعالة وشغالة وتقدر انك انت تستخدمها في اي مكان وفي اي موقع حول العالم، وبتكون موجودة كمان على موبايلك. وهنعمل مع بعض تجربة عملية عشان خاطر نشتري عمولات على منصة التيك توك واوريك ان الفيزا شغالة بنسبة 100%. بس قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا حابب اعرفك الاول على سبونسر حلقة النهاردة، وهي منصة باي بت لتداول العملات الرقمية والمشفرة. المنصة دي بتوفر لك طرق ايداع وطرق سحب بي تو بي، يعني من شخص الى شخص، بتدفع بالعملة بتاعت بلدك وبتستلم يو اس دي تي داخل المنصة. بعد كده بتقدر انك انت تتداول سواء التداول الفوري او العقود الاجلة. ويكفيني ان انا اقول لك ان حجم التداول الشهري على العقود الاجلة على منصة باي بت وصل ل 700 مليار دولار شهريا. هسيب لك اسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر على منصة باي بت لو انت مهتم بمجال تداول من العملات الرقمية والمشفرة. شرفني بعمل تسجيل من الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، وكمان توثيق الهوية بالبطاقة الشخصية، مش لازم يكون معاك جواز. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفهيم. زي ما قلنا كده في مقدمة الفيديو يا جماعة، الناس اللي عندها حسابات على منصة التيك توك ومش قادرين ان هم يشحنوا عمولات وبيستخدموا العمولات دي في عمل اعلاناتهم على منصة التيك توك، بعد ما قفلوا علينا الباب بتاع الفيز وجميع البنوك في مصر قفلت باب الفيز، ما قدامكش غير طريقة واحدة بس انا شرحتها قبل كده في الفيديو وهقول لك عليها تاني نبذة بسيطة، وهي فيزا ريدود باي الافتراضية. الفيزا ديت حرفيا تقدر تعمل بيها كل حاجة وفي اي مكان حول العالم. هسيب لك اسفل الفيديو ده رابط التسجيل المباشر على فيزا وتطبيق ريدود باي. ومن غير كلام كتير خلينا بقى نخش على الموبايل ونعمل مع بعض ونجرب مع بعض طريقة شراء العمولات من فيزا ريدود باي على حسابك على التيك توك، عشان خاطر تتأكد بنفسك ان الفيزا فعالة وبتقدر تدفع من خلالها بدون اي مشاكل. خلينا كده يا جماعة دلوقتي ندخل على الحساب بتاعنا ونضغط على كلمة الرصيد بتاع التيك توك ونشوف احنا معانا عمولات قد ايه. طبعا انا جربت الفيزا قبل كده واشتغلت معايا، ولكن هشتري تاني معاك دلوقتي قدامك عشان خاطر تتأكد ان الموضوع بيتم من خلال الفيزا بدون اي مشاكل. احنا هنا معانا 8 عمولات، لو ضغطنا كده احصل على عمولات هيحولنا على الصفحة بتاعت إعادة الشحن اللي انتوا شايفينها دي. فاحنا هنعمل إعادة شحن تانية ب5 عمولات ونجرب الموضوع بالفيزا. طبعا احنا قبل كده شرحت لكم انا ربط فيزا ريدود باي على متجر جوجل بلاي، وزي ما انتوا شايفين اهو اخر الفيزا هنا 3356، وهنقول له انقر للشراء وهنحط البصمة بتاعتنا، وفي اقل من دقيقة هيتم اضافة العمولات وهيتم شراء العمولات بدون اي مشاكل. اكتمل الدفع معانا زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده. لو رجعنا كده اهو اكتملت الدفع، وزي ما انتوا شايفين برضو جالنا رسالة هنا اهوت من ريدود باي بتقول لنا ان عملية ناجحة زي ما انتوا شايفين اهو داخل التطبيق بتاع ريدود باي. وانا اصلا قبل كده شاحن مفيش اي مشاكل اهو. جوجل تيك توك تمام، واعلانات الفيسبوك طبعا، وكمان جوجل تيك توك تاني، وكمان شاحن منها من منصة نون اللي هي المصرية العادية، وتم الشحن معايا وتم القبول مفيش اي مشاكل تمام. فالفيزا زي ما انتوا شايفين كمان مفعل بيها جوجل كانفا تمام. وايه تاني عامل بيها برضو اعلانات فيسبوك وجوجل يوتيوب، مفعل بيها جوجل يوتيوب. وزي ما انتوا شايفين كل المعاملات دي واكتر كمان، لو دخلنا في التفاصيل هتلاقي معاملات كتير شغالة بالفيزا، وآلي باي مرتبطة بيها، وباي بال بتتربط على باي بال بس دفع فقط تمام. والفيزا ما فيهاش اي مشاكل، وهو ده الحل الوحيد دلوقتي بعد ايقاف الفيز كلها بتاعت مصر من الدفع. شفتوا كده الموضوع سهل وبسيط من غير اي مشاكل، تم الدفع وتم شراء العمولات بدون اي مشكلة.
المشكله الوحيده اللي هتقابلك انك انت هتدفع او هتشتري الدولار ده بسعر السوق السوداء، وهتيجي تشتري بالفيزا بسعر البنك. الفيزا دي بتتشحن باليو اس دي تي من منصه باينانس او منصه باي بيت او منصه عملات رقميه في اي مكان. بتوصلك عليها الفلوس وبتفعل الفيزا، وتمن الفيزا $10، بتكون سارية لمدة 3 سنين، وبتستخدمها على جميع مواقع الدفع المحلية داخل مصر والدولية بره مصر وفي أي مكان حول العالم. رابط التسجيل أسفل الفيديو. لحد هنا كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. أشوفك إن شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.